السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض كشري، الكشري المصري العادي. أنا كده زي ما بوريكم، أنا عملت الرز بلبن. أنا عملته معاكم قبل كده عشان تضييع الوقت في الفيديو، فأنا هعمل له الكشري. هنا أول حاجة نقعنا الحمص والعدس. تنقع الحمص كده أقل حاجة 12 ساعة عشان ما ياخدش السوا معاكي. هنا معايا البصل الاحمر والابيض بتاع الكشري اصلا، بس اللي ما عندهاش بصل ابيض ينفع برضو بالاحمر ده، بس بصراحة ما بيبقاش نفس الطعم. يعني الطعم الاحسن الابيض بيبقى حلو، تقلية الكشري بيبقى حلو. هعمله معاكم طريقتين، والطريقتين سهلين وبساط برضو. هنا انا قشرت البصل الابيض. اول حاجة عملت البصل الابيض، انا بعمله بالشباسة بتاعت الشيبس كده. اعمليه بقى بمبشرة، اعملي بجاز بالكهرباء عندك، اي حاجة تعمليه، بس اهم شيء يبقى شرايح رفيعة كده عشان يبقى في السوا كله زي بعضه. خلصت الكمية رشة ملح. هدعفل الملح بالبصل كله كويس عشان خاطر يتهيأ كله. رشة دقيق، تعفير دقيق بسيطة كده عشان خاطر الرطوبة، ياخد الرطوبة من البصل. ورشة نشا برضه عشان يبقى مقرمش معاكي، بس ما تزوديش النشا برضه عشان خاطر ما يبقاش معضم معاكي، يبقى مقرمش وبس، ما يبقاش معضم معاكي. هنا الزيت بارد خالص اهو، يعني يا دوبك ساخن بسيط، بس ما تحطيش الزيت يتقدح وتنزلي عليه البصل. هيتسلق معاكي، هيجي يتحمر معاكي وهيقعد شويه وهيطرى. مهما حطاله دي او نشا او اي حاجه، لا حطي النار ولع عليه يا دوبك يسخن وحطيه. هنا انا حطيته اهوت. ما تقلبيش فيه بقى طول ما انت حاطاه لسه جديد كده، ما نزلتيه ما تقلبيش فيه. هنا انا عامله معاكم رز قبل كده عشان وقت الفيديو ما طولش معاكم، بوريكم الرز. انا عملت الرز. هنا انا عملت الرز بلبن اهو. انا عامله الرز بلبن معاكم قبل كده في القناه عشان ما اضيعش معاكم الوقت والفيديو يطول. انا عملت الرز بلبن ودخلته برضو في الفرن، خد جراتين. هنا بقى بعد شويه قلبي براحتك في البصل، بس ما تقلبوش وهو لسه انت حطاه عشان ما يلبش معاكي، يعجن في بعضه كده بمعنى اصح. تقلبي برضو، ايدك تبقى خفيفه وانت بتقلبيه. بصوا، تقليب بقى على طول، ركب ما يبقى ذهبي كده، ذهبي خفيف كده. ايدك في التقليب بقى كله عشان يبقى كله لون واحد. بصي، قلبي على طول باستمرار بقى عشان كله يبقى لون واحد معاكي وكله يستوش. بس هو خلاص بقى ذهبي اهو. هنا بصوا انا بقلب فيه برضه عشان كله ياخد اللون، كله ياخد اللون، يبقى ذهبي كله لون واحد. هنا بقى هنشيله خلاص، بقى لونه خلاص كده اللون المناسب. ما تصبريش عليه يغمق وهيمرر معاكي. نشلته كويس وصفيته كويس وفردته على مناديل كده، ياخد اي زيت زياده معاكي. احب اقولك ان لو صبرتي على البصله شويه هتغمق منك وطعمها هيمرر معاكي. هنا انا بوريكم البصل الاحمر برضو. بقولك السكينه اللي هي المشرشره دي بتقطعه كويس او طرنشات، بس اهم شيء تقطع البصله طرنشات. بصي انا بوريكي، اول البصلايه بتبقى عريضه من فوق تقطعيها شرايح برضو، يعني تقطعيها تمسكيها تقطعيها معاكي شرايح برضو. بصوا اهم شيء الشرايح كلها تبقى سمك واحد رقيقة عشان خاطر التحمير البصل لما يتحمر معاكي يستوي كله. لو انت عاملة واحدة رقيقة او واحدة تخينة معاكي، هتلاقي الرفيعة معاكي استوت واتحمرت وهتغمق، والسمكها محمل هتبقى نية معاكي وهتطلع منك من الطاسة شوية وهتحن وهتبقى طرية. انما حاولي على قد ما تقدري تخلي السمك كل واحد. هنا انا بوريك اهو. بصي يعني بتقطع بالسكينة برضو، اعملي بسكينة بمبشرة بجهاز بالكهرباء، اي حاجة ايه تعملي بيها، بس اهم شيء لو قطعت بالسكينة الشرايح كلها تبقى زي بعضها. هنحط حبة ملح برضو كده ونحيق البصل وندعفي البصل بالملح كده كويس، وهو اصلا بيفرفط معاكي بقى البصل كله بيفرفط، بيبقى كل واحدة بعيد عن بعضها. هنرش برضو رشة دقيق خفيفة للرطوبة، ونحط رشة نشا وندعفل فيه بقى برضو ونقليه نفس اللي قليناه في البصل الابيض.
انا عبال ما الزيت هدي شويه وبرد كنت خرطت البصل التاني. بص حطاه، مش النار مش عاليه معاك ازاي، النار هاديه عليه، او يعني حطي الزيت على نار عاليه وحطي معاه البصل بقى يستوي براحته، ياخد النار من اولها، ما تقدحيش الزيت عشان زي ما بقولك هيتسلق معاكي ومش هيستوي كويس معاكي. هنا انا سبته شويه برضو، وبعد ما يعني تسيبيه من 5 ل10 دقايق كده، وبعدين قلبي فيه بقى، خلاص بقى دهب اهو. ايدك فيه بقى على طول بالتقليب، ما تسيبوش عشان ما يبقاش جنب وجنب، يعني ما تلاقيش جنبي لونه غامق والجنب لونه فاتح لسه. تقليب على طول عشان يبقى كله لون واحد. هنا خلاص انا بوريكم اهو. هنا بقى قلبي على طول فيه عشان لونه يبقى لون واحد. هننشله بقى مع بعض كده، اول ما لونه كله ياخد اللون الذهبي برضو الفاتح معاكي. هنا البصلة الحمراء شيء طبيعي هي لونها حمرا عن الابيض، بتحس ان هي لونها غامق شوية عن البصل الابيض في تحميرها، حتى يعني في تحميرها بتحس ان هي ذهبي غامق شوية عن الابيض. طبعا الابيض واخد اللون الذهبي الجميل. هنا برضو بننشل على طول، على طول اول ما بتطلعيه بتحسي ان هو طري شوية، بتفرجيه بقى كده على مناديل على طول وتفرجيه على صينية. اول ما بيشم الهواء خلاص بينشف معاكي. بص انا بفرده، بوريكم بفرده ازاي. والبيضة دي ما تخافيش منها، هتقعد شوية لونها هياخد لون معاكي، هتهدى تبقى كلها لون واحد. هنا انا البصل النشف بتاعي يعني بص نشف، لميته بقى في اطباق صغيره من على الصواني. هنا دوت الاحمر، وهنا دوت البصل الابيض. وانا بقى الناعم ده بحب ابص احطه في طبق كده خلاص. هقول لكم انا هعمل بيه الناعم ده، يعني بتبقى قلب البصلايه من جوه ناعمه خالص. بنقضه كده، يعني بلم الكبير والصغير الناعم ده. هقول لكم انا هعمل بيه ايه دلوقتي. هنا انا هنعمل الصلصة مع بعض. حطيت زيت بقى من زيت البصل، خلاص البصل عملناه، هناخد بقى الزيت بتاع البصل هنعمل بقية الكشري كله منه. وحطيت معلقة توم كده، كمية التوم اللي انتي عايزاها تحطيها، عشان انا عاملة كمية صلصة كبيرة. هحط الزيت واحط التوم عليه وهقلب فيه على طول عشان ما ياخدش لون منك ايديك، يبقى كله لون واحد. اول ما يبقى لونه ذهبي فاتح معاكي كده، هروح حاطه رشه كزبره، يا دوبك رشه الكزبره تنمل معاكي كده، ما تسيبهاش كتير عشان ما تمررش معاكي. هنزل عليه بالخل، هنزل الخل الاول يغلي غلوه كده، واروح حاطه بقى ايه، عصير القوطه. القوطه انا ما بصفهاش، بضربها كويس قوي، ما بصفهاش عشان يبقى تاخدي صلصه كشري زي المحلات بالظبط، تبقى تقيله معاكي. بس اهم شيء تفرميها كويس في الخلاط، مش يعني خلاطك يبقى خشن وتبقى لا، مش هتبقى كويسه، هتبقى مش. بص انا بوريكم اهو، بصوا انا ضربها كويس او ناعمه، ناعمه خالص ما فيهاش اي قشر خالص، عشان تبقى السمك معاكي اللي بيبقى عند محلات الكشري. هنا انا ما بحيقش الصلصه بتاعتي في الاول، بحط ملح وسكر بس. هنا انا مولعه على الحمص اهو، حطيت له الملح واسيبه يستوي مع نفسه براحته، محطش كمون معاه عشان ما يمررش. هنا انا هنعمل الرز بقى. هنا حطيت كمية شعرية كويسة، العدس بيحب الكشري بيحب كل حاجة كتير فيه. هنا حطيت زيادة عن ربع كيلو شعرية كده معاكي، وخدت نص كمية العدس اللي انا نقعاها. شعرية الكشري بتبقى غامقة شوية عن شعرية الرز ابو شعرية، تبقى غامقة شوية عشان تبقى لونها واضح معاكي. هنحط العدس اول ما الشعرية تاخد لون غامق شوية، ونحط الرز برضو، ننزل بالرز والعدس ونشوحهم مع بعض كده. هنشوحهم مع بعض اكنك بتعملي رز عادي، هنشوحهم مع بعض، وهحط ملح وكمون عليهم. انا بشوح اهو زي ما انتوا شايفين. هنا بقى هحط ملح وكمون. وهنا بقى البصل الناعم اللي انا نقطته هحط نصه، ونصه بقى هقولك هعمل بيه ايه في الاخر، هتشوفوا هعمل بيه ايه. هنا بشوح برضو البصل بالكمون بالملح مع الرز، واسقيه بقى. الرز الكشري ما بياخدش ميه كتير، لان العدس يعني انت مخمراه ميه، شارب ميه كتير، مش عايز
مش عايز ميه معاكي، يا دوبك انت بتغطيه وخلاص عشان يبقى مفلفل معاكي. هنا انا حطيت العدس يستوي، وهنا الحمص اول ما استوى صفيته، ورشه رشه كمون خفيفه خالص عليه. انا بقى بسويه كده بقى، بحطش الكمون معاه عشان ما يمررش. هنا بقى هنسلق المكرونه، الميه بتغلي اهي، هنحط ملح وحبه زيت، برضو زيت من بتاع البصل، يعني الزيت بتعملي بيه كل حاجه. هنا بقى انا بقولك مكرونه اسباجيتا ومكرونه مرمريه، المكرونه اللي انت تحبيها تحطيها. هو اصلا مكرونه الكشري هي مكرونه اسمها مكرونه خرز، بس احنا ما بنلاقيهاش باستمرار في السوق يعني. المرمريه دي موجوده بتبقى حلوه، النوع المكرونه اللي انت حباه حطيه. هنا الرز اتشرب معانا، انا بقلبه واحط حبه عدس اصفر بقى على وشه كده، بيخلي طعمه حلو. بص بحطش العدس الاصفر معاه عشان العدس الاصفر حساس وما يلبش معاكي يبقى معجن. بعد ما تقلبي اول تقليبه من الرز، حط العدس على وشه. هنا العدس معانا استوى، رشه كمون خفيفه برضو تديله طعم، بس ما تزوديش في الكمون عشان ما تغطيش على طعم الحاجه. هنا المكرونه معانا بصوا 3/4 سوا، ما تسلقهاش جامد عشان لما بتهدب هي بتكمل سواها. صفيتها اهو وسبتها تتصفى، ركنتها تتصفى شويه، انا كده صفيتها وشطفتها. هنا بقى معايا الصلصه خلاص اتسبكت، لازم تتسبك معاكي عشان ما يبقاش طعمها ني. هنا بحط بهارات بقى، كمون وبهارات 10 اللي انا عاملاها معاكم، وحبه قرفه، بيخلوا طعم الصلصه بقى ما اقولكيش. كده انا حطيتهم، وهنا انا حطيت التوابل وبقلب بقى. هنا بقى بقيت البصل الناعم هحطه معاكم في الصلصه، بيخلي طعمها جميل. كده ما انت بتحمري البصل بيطلع معاكي ناعم اصلا، بدل ما تحمري بصلايه، فهو الناعم ده كده كده اصلا في الاخر ما بتيجي ترشيه على الطبق بيبقى ناعم قوي، شكله مش ظريف. فانت تلمي الناعم كده تحطيه في الرز وفي الصلصه، بيخلي طعمه حلو. الصلصه لما سبكت معانا تقيله، هنزودها برضو حبه ميه، يعني خليها بقى لا خفيفه ولا تقيله، السمك اللي انت عايزاه. كده انا خلاص زودتها، هسيبها تغلي غلوه واحده بس وخلاص. كده الصلصه معانا جاهزه، طعمها بيبقى حلو قوي. هنا بقى انا حبة زيت كده من بتاع البصل برضو، اقلب بيه المكرونة، بيخلي طعمها حلو وما يخليش المكرونة تلزق في بعضها. هنا زي ما انتوا شايفين بوريكم، بص المكرونة مش لازقة ببعضها. هنا هنعمل الشطة بقى مع بعض، معلقة زيت برضو من بتاع البصل، الاساس النهاردة الكمون والزيت بتاع البصل. يا دوبك تتشوح معانا كده، وتروحي نازله عليها على طول، هي تنمل معاكي كده، ما تسيبهاش عشان ما تتحرقش. هحط كبشة صلصة عليها. كده خلاص الشطة اتعملت معانا، خلاص كده الشطة اتعملت. هنعمل الدقة بقى. هنا حطيت حبة زيت وحطيت توم عليها، يدوبك التوم يبيض بس معاكي. اول ما يبيض معاكي التوم، رشة كزبرة وتشوحيها، وانزل عليها بالخل بقى. حط حبة خل زي ما انت شايفة كده، حبة خل، حبة ليمون اهو، وحبة مية. هنا حبة مية اهو، وهنحط بقى التوابل والملح. هنا التوابل بهارات 10، كمون، حبة كزبرة، والملح بقى انا حطيت الملح هنا كده اهو. الملحية لونها كده بقى ايه، انا بحط لها كده لونها، بص لونها فاتح خالص. انا بحب احط لها حبة صلصة، يعني حبة صلصة صغيرة كده تخلوها لونها يلون، يبقى لونها وردي، بتبقى حلو. حبة صلصة صغيرة هتديها لون، هتبقى لونها حلو معاكي. هنا بص الصلصة لونتها وخلت لونها وردي وحلو. هنا بقى هنسيبها تغلي وخلاص. اللي حابب يعمل الدقة بتاعته على البارد خالص براحته، بس انا بحب اغليها بتبقى حلوة عشان التوم ما يبقاش حامي. هنا انا عندي طقم قديم ستيلس كده براد، واللبانة بتاعته بحط فيه الشطة والدقة بتاعتي. خلاص كده انا تميت. هنا الرز استوى اهو، ولا الصلصة والمكرونة، وهنا بقى العدس والحمص والبصل نوعين اهو بصوا، والدقة والشطة. هنغرف بقى واوريكم بقى بعد ما بغرف، هوريكم بغرف ازاي. هنا زي ما انتوا شايفين اهو، خلصنا الاكل هغرفه معاكم.
هنا بقى انا غرفت طبق عشان اوريكم، بس يعني طبق عشان اوريكم الرز شكله عامل ازاي ومستوي، والعدس الاصفر استوى. وهنا زي ما بيتقدم في المطاعم بالظبط. اللي عايز بقى زوادة بصل، اللي عايز زوادة حمص، اللي عايز زوادة صلصة شطة. انا هنا نسيت احط لكم الدقة مع البصل، انا نسيت احط البصل هنا. كل اللي عايز حاجة بقى كده، وبيتقدم كده في المطاعم، والرز الجراتان معاه. هنا انا اوريكم اهو انا غرفته ازاي. هنا بقى اوريكم انا بغرف ازاي في بيتي بقى. انا بغرف كده عادي، الرز عادي والمكرونة فوقه، وبسيبه كده بقى. اللي حابب بصل، اللي حابب عدس، اللي حابب حمص، كل اللي ليه رغبة في حاجة بياكلها بيحطها بقى. بصوا انا اوريكم اهو، واحط الصلصة واحط البصل واحط كل حاجة، واللي عايز حاجة يحطها، والدقة والشطة وكل حاجة على الصينية كده، واللي حابب حاجة يحطها. عندي اللي بيحبش الدقة، اللي بيحبش الحمص، اللي بيحبش، كل واحد بيحب حاجة شكل بيحطها بقى، كل واحد حسب رغبته ومزاجه. وهنا الرز الجراتان معانا. هنا الكشري المصري، طريقة سهلة وبسيطة، أتمنى تعجبكم. زي المطاعم بالظبط، زي ما انتوا شايفين كده، سهل وبسيط. هنا بقى البصل الزيادة انا بحطه في كيس وبحطه في التلاجة، بيجرالوش اي حاجة، بيفضل ناشف ومقرمش معاكي وما بيجرالوش حاجة. حمص برضو الزيادة معاكي بتحطيه في كيس في الفريزر وتطلعيه، يا دوبك هو بيفك، بيبقى ما بيجرالوش اي حاجة برضو، بيبقى كويس معاكي وحلو ونتيجته مرضية برضو. يعني انا ساعات بجيب الحمص كمية يعني كيلو، واروح نقعاه وسلقاه وحطاه في الفريزر واطلع منه كيس، بيجرالوش اي حاجة. اتمنى الفيديو يعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين. وبعتذر ان الفيديو امبارح منزلش فيديو امبارح لان النت ضعيف عندنا جدا. واسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.